السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد النهاردة من قناتكم حكاية الكنز، والفيديو هيكون عن القروش. معانا 1 قرش و2 قرش و5 قروش وأسعارهم اللي ارتفعت الأيام دي. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة ولايكات بقى. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني، ومعانا أول حاجة 1 قرش سنة 1984. هنا التاريخ الميلادي مكان الهجري، والهجري مكان الميلادي. ده تاريخ كده بيكون مثلا ده خطأ سك ولا لا؟ هنعرف كل التفاصيل في الفيديو ده إن شاء الله. معانا ال2 قرش اهي، وال5 قروش. هنا تاريخ الميلادي مكان الهجري، والهجري مكان الميلادي. ناس كتير تسأل وتقول أنا معايا العملة بس التاريخ الميلادي مكان الهجري والهجري مكان الميلادي. دي كده الإصدار بتاعها، وده مش خطأ سك نهائي. العملات ديت بيكون الإصدار بتاعها نازل كده، تمام. طيب اللي معاه التواريخ ديت، في ناس هتكون معاها بتاريخ اللي هو 1991. التاريخ ده برضو ليه سعر تاني، ومعانا القروش ديت برضو هنقول على سعرها. مبدئيا 1 قرش وال2 قرش وال5 قروش، القطعة كانت بتعمل 50 جنيه مصري. حاليا 1 قرش وال2 قرش وال5 قروش نفس الشكل ده بالظبط اهو، نفس الشكل ده. حاليا سعر رفع من 50 جنيه مصري لحد 200 جنيه مصري لسعر القطعة الواحدة. تمام، الكل يركز في الأسعار. الأسعار بترتفع في العملات القديمة، طلعت من 50 جنيه لحد 200 جنيه مصري. واللي بيكون مطلوب أكتر هو 1 قرش. يعني 1 قرش يعني ممكن مثلا بعد فترة كده يوصل ل500 والألف، لأن دلوقتي بيتسحب من الأسواق، وناس كتير عمالة تسحبه بحيث إن هي تحتفظ بيه وتكسب فيه قدام. طيب اللي معاه العملات وعايز يبيعها هيبيعها إزاي؟ وإيه التاريخ اللي هو 1991 لنفس الشكل بتاع العملات دي كده، وهيعمل كام؟ تاريخ 91 ده تاريخ خطأ سك، مش موجود منه كتير جدا. التاريخ ده بيكون أصدر منه كمية قليلة. طيب سعره هيكون كام؟ سعره بيتراوح معاك بداية من 5000 جنيه لحد 15000 جنيه مصري. أهم حاجة محدش ينظف العملات بحاجة إن هي تقلل من جرامات العملة، لأن اللي بيشتري عملات نادرة بيشتريها منك زي جرامات. انت لما تنظف العملة اللي هي مثلا تنضفها بصنفرة او بسلك معين او بأي حاجة تانية اللي هي تقلل من جراماتها، دي كده هتقلل معاك كتير في سعر العملة. معاك عملة نادرة سيبها زي ما هي، ما تنضفش العملة نهائي، والمشتري اللي هيشتريها كده. طيب في ناس هتقولي اللي بيشتروا عملات نادرة بيشتروها بالمبالغ ديت بيستفادوا ايه؟ هقول لك بيستفادوا ايه. انت دلوقتي حد جه اشترى منك عملة مثلا ب15 او ب20 ألف جنيه، ديت هيحتفظ بيها مثلا سنتين تلاتة، هيقدر ان هو يبيعها باكتر من كده، وبتكون عنده عملة نادرة. يعني مثلا ممكن يدخل بيها مزادات. المزاد ده ممكن ان هو يكسب فيها 3 4 أضعاف اللي اشترى بيه. طيب اللي معاه اي عملة وعايز يبيعها هيبيعها بالكيلو؟ لا طبعا، ما تبيعش اي عملة معاك بالكيلو. قبل ما تبيع العملات اللي عندك بالكيلو وحسيت انك فرست العملات اللي عندك صح، وبدأت تطلع
اللي هي مثلا ايه القطعة اللي هي بتعمل 20 و25 جنيه، واللي هي بتعمل 100 و200 والحاجات دي كلها، وباقي عندك القطعات اللي هي مثلا ايه بتعمل جنيه وجنيه ونص و2 جنيه والحاجات دي. الحاجات دي تبدأ كلها ترميها على الكيلو عادي خالص. طيب اللي معاه عملات بقى وعايز يبيعها هيبيعها ازاي؟ معانا طريقتين تقدر تبيع من خلالهم اي عملات عندك. الطريقة الأولى وهي تطبيق أوليكس. تطبيق أوليكس تقدر تبيع من خلاله أي عملات عندك. طيب هبيعها ازاي؟ هتصور العملات اللي معاك وش وظهر، وتبدأ تعمل إعلان على تطبيق أوليكس، وتكتب بيانات العملات اللي معاك بالظبط، وتسيب رقم للتواصل. واهم حاجة تحدد السعر اللي انت عايز تبيع بيه، بحيث ان المشتري لما يدخل مثلا ويشوف السعر، عجبه السعر هيتواصل معاك، ما عجبوش السعر مش هيتواصل معاك. طيب الطريقة التانية وهي جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر، وديت اي حد يقدر يبيع من خلالها اي عملة عنده. طيب هيبيع ازاي؟ هتقدر برضو انك تصور العملات اللي عندك وش وظهر، تكتب بياناتها بالظبط، وتسيب رقم للتواصل، بحيث برضو اي حد يشوف الاعلان بتاعك هيتواصل معاك. طيب الناس اللي معاها عملات نوادر وعايزة تدخل بيها مزاد هتعمل ايه؟ هتدخل برضو تبيع على جروبات الفيسبوك، هتصور العملة وش وظهر الصور واضحة، وتبدأ تفتح المزاد بتاعك عادي خالص. هتشوف مثلا انت عايز تفتح المزاد العملة لو ب20,000 جنيه مثلا او ب30,000 جنيه، حابب تفتح المزاد مثلا ب10,000 ب7,000، ديت حاجة ترجع لك انت. طيب هتخلي الرفعة بكام؟ خلي الرفعة مثلا ب300 او ب500 جنيه. طيب قافل المزاد بعد كام ساعة؟ 24 ساعة ولا 48 ساعة؟ الصح انك تخلي المزاد بتاعك متاح لحد 48 ساعة، بحيث ان الاعلان بتاعك يلف في الجروب كله واكبر عدد يشوف الاعلان بتاعك. كده هتقدر انك يعني مثلا تبيع العملة اللي معاك في المزاد. اهم حاجة ان هي تكون 48 ساعة وما تكونش 24 ساعة خالص. تمام. وزي ما قلنا القرش والقرشين والخمس قروش أسعارهم كانت 50 جنيه مصري للقطعة، دلوقتي السعر رفع لحد 200 جنيه مصري. أشكال أهي برضو. تمام. يا ريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يدعمنا بلايك، سبسكرايب، وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.